روحني أهلي كيف؟ أقول له مين؟ لا تقولي ولا تعيدي. هتقعدي في بيتنا ولا في بيت الخواجات لغاية ما نشوف صرفة. وأهلي يسكتوا؟ كاني معزة وطفشت. وأنا أعمل لك إيه يعني؟ أنت اللي جيتيني برجليكي من ورا أهلك ومن ورا ناسك، وما فيش لوم على راجل. هي دي شهامتك ورجولتك معاي؟ طيب يا همام، هنشوف اللوم على مين. انا هقول اني شفت اختك وهي بتسرق الدفتر وجيت وراها لحد هنا، وانت شفتني وتهجمت علي. شوف بقى اللي هيحصل لك انت وعيشك. هتعملي ايه؟ تعالي تعالي انا خلالة، تعالي هناك. هتفضحيني ولا ايه؟ بعد عني ما دام فضحتني يبقى هفضحك يا ناس. اكتمي خشمك، ما دمت تفضحيني يبقى الخلاص مني سهوا. تعالي اسكتي، قلت لك اسكتي يا خلالة. اسمع موتي يا حبيبتي، موتي يا نسمة. وانا اعمل ايه دلوقتي؟ وانا اعمل ايه؟ يا ريس همام في ايه؟ دي نسمة بنت حسان اللي نعمل فيها كده. بقول لك ايه؟ ولا كأنك شفت حاجة. لو لسانك نطق كلمة واحدة أنا هقطعه لك، فاهم ولا لا؟ تعال معايا، تعال.
غبي يا همام، غبي. كان لازم تتكلم معايا قبل ما تعمل عملة زي دي. اللي حصل يا خواجة. المهم دلوقتي احنا هنعمل ايه لما عيلة حسان تعرف؟ دي هتولع وهتخرب. غبي غبي، كل حاجة بتبوظها بالتهور بتاعك ده، ودلوقتي هم عندهم السلاح الجديد. سلاح ايه يا خواجة؟ سلاح ايه؟ احنا دلوقتي في المصيبة اللي حصلت. انتوا متأكدين انها ماتت ولا لسه فيها النفس؟ كانت غرقانه في دم. يبقى لازم تاخدوا واحد قلبه ميت يشوف اذا كان لسه فيها النفس يخلص عليها. روح يا شوقي، روح انت. مين قال لك ان قلبي ميت؟ ما تروح انت. بس انتوا الاثنين، ستيف خد شوقي هيوري لك المكان فين وانت عارف هتعمل ايه. وانت يا همام يلا خلي الرجاله بتوعك يجهزوا بالسلاح. مؤاخذة يا بلدينا، أبقى أعوضها لك. يلا يا رجاله دوروا عليها في كل حته. بنتي فين يا ناس؟ هاتوا لي بنتي، هاتوا لي بنتي. اصبر يا وجيده، تلاقيها راحت عليها نوم هني ولا هني. شاهين لقيتوها ولا لسه؟ قلبنا الأرض من شرقها لغربها. وانت يا بكري؟ انا وعصرنا وبالخير طفنا الجبل كله ما لقيناهاش. يمكن تكون راحت ناحية العين. ايه اللي هيوديها ناحيه العين بس؟ في إيه؟ مالكم؟ اختك يا مناع زي ما انت شايف بتدور عليها ومش لاقينها في اي حته. منع يا ولدي، دور على اختك يا ولدي، مش عوايدها تغيب كده. يوم أنا جاي هربان والدنيا كلها بتطاردني وما أدور على واحدة تايهة. لا إله إلا الله، وين اللي جفطنا هنا؟ هي اللي صممت تاجي معانا. كيف اروح واختي ما عودتش يا مناع؟ الرجاله بيدعبسوا عليها في كل مكان، وانا متاكد انهم هيلاقوها نايمه هنا ولا هنا. يا بنتي يلا يا أما خد الحريم وروح دلوقتي واطمني، حنقلب الدنيا عليها ونلاقيها بأمر الله. بكري بروح شاهين كيف اروح؟ يلا يا بكري خذوا الحريم وعاودوا دوروا عليها في كل مكان. أقول لك إيه يا عم؟ قول يا ولدي. يا بنتي خواجة بني هنا. بين هنا ومعاه الخواجه بتاع الاسهار وخواجات كتير ومعاهم برضه حريم. رجعوا على هني هربانين من الحكومة. طب وانت هربان من ايه؟ حبيت أخلص من الخواجة ووقع بينه وبين الحكومة، لكن ابن الجزمة قدر يهرب ويكشف ورق للحكومة. وما لقاش فيه غير هنا عشان يهرب يا بجحتهم. يوم لقدرهم إيه بأمر الله. تنساش يا ولد انهم واقعين في حمى البندريه وهمام موالس معاهم. حيوقف بيني وبينهم هطحن. فين يا شوقي؟ ربنا كانت هنا. راحت فين؟ الدم اهو، مصيبه لا يكون لقيوها. يا بوي يا بوي يا مناع يا بوي. بنت يا نسمه اسمه اللي صابك يا بنتي. اسمع، مين اللي عمل فيك كده؟ يا ولد الكلاب. اسمع فوق وكلميني. رد عليا يا بنتي، رد عليا يا بنتي. بنتي ماتت يا مناع، بنتي ماتت يا مناع. خلاص يما، يا مر أمر الله نفس. معلش أسمع ولا صوت. رد عليا يا نسمة، رد عليا يا بنتي.
خليك مع الرجاله والسلاح وامن الحريم والعيال في البيوت. يمين بالله لا انت في الكبله. خلصت. خلي المشاة تدخل الجبل وتقابلنا المدرعات الناحية الثانية من الصحراء. في ريحة غريبة في الجو. شمتها أول ما وصلت، وما بقاش عندي شك 1 في المليون إن الجبل ده مزروع بالمخدرات. علشان كده لازم نكون حذرين في الهجوم بتاعنا. كده سد العميد احنا محتاجين دعم قوي. ادي أوامرك بالتحرك وأنا هتصرف. يا فندم. مفيش صبر ولا كلام. البندرية رفضوا يسلمونا همام الخاين، رفضوا يسلمونا الخواجات، وعشان أكون بريء من دمهم قلت اللي هيدخل داره ويقفل بابه عليه هيتحرم دمه علينا. غير كده هو الجاني على روحه. شدوا حالكم يا رجالة، عايزكم يد واحدة وبإذن واحد أحد مش هتطلع عليهم شمس. جاهزين يا رجالة؟ جاهزين يا مدير. انت ورجالتك هتهاجم من نواحي عيلة البندرية، وانت عم ناجي هتهاجم من عند العبايدة، ولو حد فيهم يفكر يضرب بيوتنا بالجنابل هيلاقي عم مغاوري ورجالته. وانت يا بكري معايا انا ورجالتي نلف من ورا الخواجات. يلا يا رجاله توكلوا على الله. التهور بتاعك ده هو اللي حطينا في الموقف اللي احنا فيه. لو كنا لمينا منهم السلاح ما كناش بقينا كده. لقطني بسكاتك يا خواجه، انا مش ناقصك، كفايه هم اللي انا فيه. وبعدين ايش دراك مين اللي هيكسب في المعركه؟ مش يمكن انا ورايا عيله تاكل اللحمه نايه يا خواجه، واقل نفر فيهم اقل نفر يفديني بروحه، فاهم ولا لا؟ على بيت الكبير اضربوا، خليهم يقربوا واحنا ننتقم بالقنابل. مسكين قنبله يمكن يخافوا ويعودوا بيوتهم. خدها كوبي ارميها انت. الدار اول دول بيرموا قنابل يا عم ناجي، بيرموا قنابل. الدار يا رجاله، ارجعوا وراهم، ارجعوا. سجلنا فروج، خذوه اضرب يا شوقي. القنابل طلعت في شيء، اهجموا يا رجاله. القنابل زي عدمها شوقي. اضربوا يا رجاله قبل ما يهجموا علينا. يا شوقي يا شوقي يا شوقي، ارجع يا بنت ارجع يا شوقي. خد القنابل دي من بتوع زمان. اضرب يا رجال. اضرب يا شوقي، اضرب. خذوه. وقعوا زي الفروج، قتلناهم كلهم. فينك يا همام تشوف عملنا فيهم ايه؟ ايه ده؟ ارمي سلاحك ياض، ارمي سلاحك يا ولد الكلب. على ماي على ماي يا بندرية يا كلاب يا ولاد الكلاب. قدامي ياض،
فين همام يا ولد الكلب؟ فين همام؟ انطق ارقد يا ولد ارقد. فين همام؟ تكلم. همام في بيت الخواجات والبيت محمي ومحصن، مش هتقدروا توصلوا له. خلاص يا ولد الكلب، مناع ورجالته زمان وصل لهم دلوقتي وهيقتلهم كلهم. لا يا ناجي، هنموت كلنا. القنابل يا فراج. شهيد خذ لك. صرصور، واد يا صرصور، انت يا واد انت قوم قوم فز. مين؟ ست وجيدة؟ نعم. من سكاتك ده ومن غير ما حد يحس بيك تتدلى على البلد اللي قبلينا، هتلاقي هناك سنترال، تشوف اي حد يطلب لك النمره اللي في الورقه دي، ده فيها تليفون ولدي مناع. عايزاني اكلمه؟ طب اقول له ايه؟ تقول له كل اللي حصل هنا، وتقول له ان ابوه وعمه ناويين يقتلوا نسمه بكره الصبح، يا يلحقها يا ما يلحقهاش، وقول له ان امك هتحاول تعطلهم، يا ريت يبدر. والله الف خساره في الموت يا ست نسمه. يلا يلا بسرعه، ربنا يسهل لك طريقك وتوصل بسرعه. حاضر. اطمن يا ست وجيده، في واحد من عائله عبادي عنده عربيه بيوصل بيها الناس، هروح اخده من بيته عشان يوصلني بسرعه. يا رب سلم يا رب. حسان، نمت يا اخو؟ انا كنت عارف اني هلاقيك صاحي. وكيف يجي لك النوم بعد اللي حصل لنا ده؟ يا ما حذرتك اخوي من دخلة والد البنداري علينا بيتنا وخلطته على ولدك مناع من وهم صغار. كيف يا ناجي؟ كيف احمل بنتي وحدها الزلمه؟ ما دام الغلطه غلطتي من الاول. يعني ايه؟ بدك تسميها حياك؟ لا، ودي تاجي دي؟ بدك الناس يقولوا يا كبير انك طرمخت على شرفك؟ احنا عنينا اتكسرت يا كبير، وما فيش اي حاجه ترد هبتنا دلوك الا قتل البت دي وغسل عارها. واحنا كنا فين لما فتنا كل ده؟ مرتك وامها غفلوا عنها كيف؟ البت لما بتعشق بتستغفل اهلها حتى لو كانوا واقفين عليها زنهار. ليه؟ ليه يا بنتي يا حبيبتي تعملي فيا كده؟ بتفوتيني بين امرين كل واحد فيهم امر من التاني. اقتلك ويتحرق قلبي عليكي ولا سامحك واعيش مع عارك العمر كله؟ عارها يتغسل بدمها ودم اللي غواها. اسمع حسان، تعليق بقتل نسمة، وانا هقتل همام ولد الكلب ده حتى لو كان نايم في حضن عروسته. ما اقدرش يا ناجي، ما اقدرش يا ناجي، ما اقدرش اضرب قلب بنتي بالسكينه، ما اقدرش. عذرك اخوي، انا هتكفل بالاتنين، هقتل نسمة وهمام، وقسما بالله العظيم ما هيعيش بعدها يوم واحد. ليه يا بنت اختي؟ ليه؟ ليه تفوتي روحك للشيطان وتخلي الخراب يحل علينا؟ كتاب الله ما طال مني حاجة. شافوك يا بنتي عند العين وانتي في حضنه. كتاب الله ما كنت في حضنه، كلهم كذابين، وكتاب الله يا خلى كذابين. بس اللي يشوف بيشوف بعين الشيطان، والشيطان صور لهم. والله ابدا، ده الحاجة الوحيدة اللي مسها فيها كانت يدي، ساعتها قلبي كان هيكون. لكن عشقتي يا بنت حسان واستغفلتينا كلنا. بتحلل لنفسك يا عمي وتحرموا علي؟ انت نفسك عشقت خالتي قبل ما تتجوزها، وهي حكت لي. واه،
هتقلبي عليا بتوجدي؟ اقفل خشمك يا بت. خالتك دي اشرف من الشرف. خالتك دي بنت عمي متربيه معاي، ما كانش فيه اللي يمنع جوازنا، وعشق الحلال ما يجيبش العار. مش من عيله غريبه وعدوتنا. يعني انا كل ذنبي اني صدقت ابوي لما قال لي انه هيخلي النجع كله عيله واحده. طولة لسانك وغباوتك وجلع اخوك فيك دول هم اللي جابوا لك الكافيه وجابوا لنا العار. لا يا عمي، انا شريفه يا عمي، انا شريفه وعفيفه وذنبي في رقبتكم. وهي البت الشريفه العفيفه تعمل اللي عملتيه برضك؟ ده ما فيش بيت في النجع كله الا وجايب سيره فضيحتك، وما فيش حاجه هتمحي العار ده الا دمك. اقتلوني يا عمي، اقتلوني اقتلوني وخلصوني. قومي معايا يا عديله، قومي دلوقتي، الصباح رباح والمكتوب مكتوب. قومي يا عديله، قومي قومي. اسمع يا زرزور، قول لابوي مناع بيقول لك اياك تمس نسمه بأمارة الأرض الجديدة، وهات نسمة وقبلني عن محطة القطر، أنا هاخدها تعيش عندي. قول له ما حدش هيعرف إنها عايشة عندي. الله، إن شاء الله يقول قتلها ما يهمنيش، المهم يقابلني عن محطة القطر الساعة 7. سلام. إيه التخلف دي؟ واد يا حصاوي. ناعس مناع. لفين الهدوم دي؟ انجز. وانت رايح فين يا مناع؟ احنا عندنا شغل في المزرعه كتير. مليك الصالح، اي حد بكره يسال عليا في المزرعه قول له لسه ما عودش من البلاد بره. طب دي ومفهومه، بس اللي مش قادر افهمه زين، هو انت ابوك عايش ولا ابوك ميت؟ هو ده بس اللي ما قدرش تفهمه؟ هات الجزمه يا جزمه. انا كان بدي بس اعرف عشان ما اقعش في الغلط. طول ما بتسمع كلامي مش هتوقع في الغلط. طب يا حصاوي. نعم يا باشمهندس. اياك تنقل اي كلمه بره، فاهم؟ يمين بالله هقطع رقبتك. حاضر. سلام. سلام. والله من يوم ما اشتغلت معاك وانا ما فاهم عنك اي حاجه. يا مان ولد، بتبكي بتبكي يا ولد البنداري؟ صعبان عليا يا ابوي. نسمة يا ابوي هيقتلوها بسببي، وانا مش قادر ادافع عنها. يا ولد الكلاب، تبكي عشان حرمة؟ امال كيف هتبقى كبير العيلة بعد ابوك؟ غصب عني، بحبها يا ابوي، ما اقدرش اعيش من غيرها. فز قوم قدامي. ايه انت عايز تضحك علينا الخلق ولا ايه؟ لازم يقولوا عليك مش راجل. موت بسببي،
هتموت بسببي يا ابوي. تغور في 60 داهية. الراجل الصح ما يتعلقش بحرمة، الحرمة هي اللي تتعلق بيه. هي اللي اتعلقت بيا وانا اللي خليت بيها زي الجبان. ما تقولش جبان، مفيش كبير عيلة يبقى جبان. امال اللي انا عملته مع نسمة ده تسميه ايه يا ابوي؟ تسميه ايه؟ اقول فرصة وجات لك، فرصة وجات لك عشان تثبت للنجع كله انك راجل، راجل بتاخد اللي انت عايزه من غير ما تتهز. اسمع يا همام يا ولدي، الحريم تحب الراجل اللي قلبه ميت وتترمي تحت رجليه. بعد نسمة انا زهدت الحريم كلهم. وكيف ناوي تدخل على عروستك الاسبوع الجاي بنت عمك سعدون؟ ولا ناوي تقصر رقابينا وتفضحنا قدام الكل؟ انا شرطت ما تحددوش ميعاد الدخلة الا لما اطمن على نسمة. الدخلة حتتم في ميعادها. واسمع يا همام، قسما بالله العظيم اما دخلت على مرتك كيف في السبع لاقتلك قبل ما تشيلني العار. ما تقلقش يا ابوي، ما تقلقش. عيلة حسان هيقوموا بالواجب. مش معقول يقتلوا نسمة ويفوتوني. يعملوا اللي يعملوه، يوروني هيعملوا ايه وانا نفيهم من الدنيا. راجل راجل. اسمع يا همام يا ولدي، انت بقيت كبير، فوتك من الجلع ده. انا جلعتك كتير انا عارف. صدقني يا والد ابوي، هو ده الوقت المناسب علشان ما يبقاش في غيرنا في النجع. كانك اتمخولت يا سناري ولا ايه؟ انا عقلي يوزن بلد يا كبير، واللي بقول لك عليه ده لو حصل العيلتين هيخلصوا على بعض، واللي هيعيش منهم هيبقى ضعيف، او ساعتها هيجوا يشتغلوا خدامين تحت رجلينا، وما يبقاش في النجع كله غير عيله واحده بس، هي عيله عبادي. ايوه بس عيلة حسان عارفة ان احنا مع بنداري وهيضربوا فينا احنا التنين. سيب الحكايه دي عليا انا، وهملنا ولع النار بس وقت الهمام. هياجوا البندريه يطلبوا منك تقف معاهم ضد حسان، تقول لا ده طار شرف وملناش دخل بيه. اقوم انا اعرف حسان ان احنا ملناش دعوه بحد، ويدوروا الطحن في بعض ونخلص. ها قلت ايه يا كبير؟ اكتب يا بت، اكتب، اقفلي خشمك خالص. احب على قدك يا عمي، احب على قدك، ما تقتلنيش، سيبني اعيش واعيش قدام تحت رجليكم كلكم العمر كله والله العظيم، سيبني. اكتم يا بت، هيك اسمع لك صوت، اكتم هي. يعني هتقتلني دلوقتي يا عمي؟ لا مش هزفر البيت بدمك. سيبني اتشاه. البس دي، اوعاك يبان لك ضافر. يلا معاي، قوم يا بت والبس دي، البس دي. حاضر عطشانة يا عمي، رجلي نشف زي الحطب. خدي تسممي، تمشي جنبي ساكتة، كفاية عليك كده. يلا قدامي يا بت، قدامي. خلاص خلاص يا نجي، ساعتها جت وما عايزش اتأخر. سامحني، احب على قدك تسامحني. انا خايفة عليك، خايفة عليك من عذاب ربنا. هتقول قتلتني ليه؟ انا شريفة وعفيفة، والله العظيم شريفة وعفيفة. هتقتلني عشان تسكت الناس يا بوي؟ خدها من قدامي، ما عايز حد يشوفكم، كفايه فضايح.
على قدك يا بابا. فوتني اشوف امي واخواتي. غوري غوري من قدامي، ربنا يسامحك. غوري هترتاحي، قومي معاي. ارحمني برحمتك يا رب، ارحمني برحمتك. ادي اخرة رميتنا على واحد لا نعرف له اصل ولا فصل. بالراحة شوية يا علية، يمكن لا قدر الله جراله حاجة. وبعدين الراجل لحد دلوقتي ما شفناش منه حاجة وحشة. طب وقهرة بنتنا دي نعمل فيها ايه؟ استر يا رب. همي يا بت. حاضر يا عمي، مفاصلي سايبة، قلبي يوقف، مش قادرة. شد نفسك، هانت. كلها دقيقتين وهترتاح. قومي يا بت، قومي. حاضر. قومي. تعالي تعالي. قدامي قدامي يا خاطي، قدامي. قلبي يا بنتي، بنتي ودرت بنتي يا حسان، ودرتها يا راجل. قلبك توعك كيف يا حسان، قلبك توعك كيف. روح منك لله بحق حرقة قلبي على بنتي. اتقي الله يا وسيلة، اتقي الله. ما تكتوش انت ليه يا راجل؟ ما تكتوش ليه؟ تقتل ضناك يا حسان، تقتل ضناك. يا لهوي يا لهوي. يا بنتي خلاص اقتلني اقتلني خلاص يا عم اقتلني. ترتاحي دلوقتي، قومي معاي. من ايه؟ من اللي جابه هنا من
محدش يقدر يمسك، ما تخافيش. انا عاوزك تعيشي معايا الصهاج. انت مش هتقتلني. يقتل النسمه اللي بيتنفسها. جزمه. خبر ايه يا ولد اخوي؟ احنا مش اتفقنا نتقابل هناك في المركز؟ لقيت نفسي قريب، قلت اوفر عليكم المشوار. طيب اختك معاك، خد بالك منها زين. وانت يا بت ايوه خدي بالك من نفسك. يلا يا زرزور. مع السلامة يا ست نسمة. خلقاتك جبتها جوا في العربية. مع السلامة. مع السلامة. يلا. ربنا يخليك لي يا اخوي. خلاص يا بت، هم ومزاح. هتقلبيها مناحة. خلاص. أقول لك إيه يا نسمة؟ اديك تركبي ورا وتدس راسك في الكنبة الورانية، ما عايز حد يشوفك من أهل النجة. يقولوا إيه؟ الراجل هرب بيته. لا انا هكور نفسي ورا. طيب حسبي تضيعي مدهوجي وتفطسي. يلا اركب يا ست المرحومة. عندك ثلاجة صغيرة ورا فيها عصير وكل حاجة، واما نوصل هبقى اجيب لك فطار كمان يا ستي. الهمة شوية يا رجالة. الله، عايزكم تطلعوا البضاعة كلها وتدخلوها الجبل. ما عايزش يفضل غير شوال واحد، شوال واحد اللي هنعين منه البضاعة. كله تمام يا عمي. خلي بالك مناع يا ولدي، انا شامم من جهة البندرية ريحة غدر وخيانة. خافش يا عمي، انا مأمن نفسي. المغارة دي ليها باب تاني في ظهر الجبل، ما حدش يعرفه غيري، عامل حساب لأي خيانة. همام، أظن مناع عمل اللي عليه لغاية كده، ماليش لازمة يعمل علينا كبير تاني. شوف يا عمي، لو ناوي تغدر بمناع يكون في علمك أنا مش هكون معاك. إيه؟ صاحبك أقرب لك من عمك أخابوك؟ أنا ما قلتش كده، بس إحنا تعاهدنا على الحلوة وعلى المرة. وأنا قلت لك إن الخواجة عمل معايا اتفاق هيحطني أنا مطرحه. يبقى خير وبركة، بس من أول الزرعة الجديدة. ما إحنا متفقين من الزرعة اللي فاتت، ودينا صبرنا لغاية ما جه وقت الحساب الليلة. شكلهم وهم ملمومين حوالين دياب كده كأنهم بيدبروا الحاجة عفشة، أو كأنهم كمان عايزين يتخلصوا مننا. يا عمي، حقنا مضمون في النهاية. وبعدين انت قلقل ليه؟ كل أشياء والخواجة بين يجوا معانا عربيات وكله حيبان في النهاية. ولأن قلبي حاسس إنه في اتفاق تم ما بين دياب وبين الخواجة. ايوه، بس هيروحوا فين؟ هيجي فوق راس اللي جابهم. مناع، تعمل ايه عندك؟ سامح حس عربيات جاية من بعيد، بس لسه ما شايفش حاجة. قلب لهم بالبطارية اللي معاك، ادوهم إشارة تانية. وكيف تآمن الخواجة إنه ما غدرش بيك كيف ما غدر بمناع؟ مناع هو اللي ابتدى بالغدر. الخواجة قال لي إنه كان عايز يسرقنا. شوف يا عمي، لو ثبت إن مناع خاين يبقى حلال الغدر بيه. العقل بيقول كده، لكن حرام نتهم الناس بالباطل. خذوني يا جاموس ابيض، هتعملوني. تحب اعرفك يا مناع دلوقتي ان التهديد اللي انت بتهدده انت مش قده.
يبقى ما تعرفش مين هو مناع حسان. الجبل كله متحاوط برجالتي، وبإشارة واحدة من يدي الرصاص هينزل فوق راسكم زي النطرة. مصدقك، بس نرجع بقى للمهم. السعر اللي انت طالبه ما ينفعنيش، لانه واقف عليا بالخساره. خسارة ايه يا ولد الخواجات؟ انت فاكرني مش عارف بتبيع الطن بكام لمعلمين مصر؟ اوعى تفتكر انك هتلغيني ولا هتلعب من ورايا. لا، انا اللي ممكن الغيك، لان انا اللي معلمك، وهعلم واحد تاني اجدع منك وبيسمع الكلام. مش كده يا دياب؟ تحت امرك يا خواجه، ومن دلوقتي اعتبرني الراجل بتاعكم في نجع الجبل. سلمني المخدرات وانا اسلمك الفلوس، وانت وزعها بقى براحتك، ان شاء الله تاخدها كلها لنفسك. يلا مناع، خد اهلك وناسك وعاود على نجع الجبل، وفلوسكم هتوصل لابوك كبيركم سي حسان. طب وكبيركم بنداري راضي عن اللي بيحصل ده؟ استنى بس يا عمي نتفاهم الاول. اسكت انت يا ولد اخوي. خلاص كفايه، بلاش تشمتوا فينا الاغراب. لما نعاود عن النجع نبغى نتحاسب، وعيلتك كلها تدفع ثمن الخيانه يا دياب. يلا يا عمي، اؤمر رجالتك يعاودوا عن النجع. جهزوا نفسكم يا رجال، نعاود على النجع. معلش يا صاحبي، ما تزعلش من عمي. وفر كلامك يا صاحبي واسمعني زين. الخواجه ده كذاب، ولما يدي لك الفلوس وابقى عدها بنفسك. سلام يا بندريه. يلا يا رجاله، يلا يا رجاله. برافو عليك يا دياب، طلعت راجل، بس كان لازم تقتله. لا يا خواجه ما اقدرش، دي وعره قوي، ده البلد تتقلب مجزره. حط الشوال هنا يا عرعر. اوعى يا سعدور، ده شوال عين يا خواجه، لاجل ما تعاين البضاعه وتفحصها بنفسك. شم وتسلطن، احلى حشيشه. ما انا عارفها، ما انا اللي علمت حسان ومناع يعملوها بالشكل ده، وهعلمكم انتوا الاثنين. انتوا بقيتوا رجالتي. لا، انا عارف كل حاجه، مش محتاج علم منك. ما تخربطش في الكلام مع الراجل اللي عاوز يكبرنا. تعجبني يا دياب. عايزك تقول للرجاله بقى يحملوا البضاعه في العربيه. عرعر، حط الشوال ده في عربيه الخواجه، وانت يا سعدون قول للرجاله يجيبوا البضاعه من هناك. يلا. لا، فيش حاجه هتتنقل غير لما استلم الفلوس واعدها بنفسي. كون في علمك يا خواجه، كل الرجاله اللي انت تشوفهم دول في طوع انا، مش في طوع عمي. بسيطه يا جاكوب، هات له شوال يعد فيه الفلوس. قلبي مش مطمن يا وجيده، حاسس ان فيه نصيبه هتحصل. ما تقولش كده امال كفل الشر. مناع ولدي راجل وعقله زين وبيعرف يتصرف. وش يعمل التسريف مع الخيانه؟ مناع ولدك رايح وهو متاكد من خيانه دياب. السلام عليكم. وعليكم السلام. خلاص يا كبير، وصلت الرئيس بنداري لحد باب بيته وسلمته لمرته عقيله. فت عايشونا زي ما قلت لك. فت ولقيت لي حراسه 10 تنفار مفنجلين عينيهم، قلت لهم الكبير محرج عليكم كيف طول الليل. ربنا يستر يا رشيده، ربنا يستر. يلا اعمل لكم يا رجاله، عايزكم انتم ماشيين تطلعوا من طريق التبه لفوق، عربياتهم ما تقدرش توصل لكم. انا بقول نزودوا عدد الرجاله اللي هيهجموا معانا. وانا بقول لها يا عمي احنا كفايه، بس ما حدش يضرب نار غير لما اقول له. خدوني معاكم يا ابويا، انا قده وجدود. اسمع الكلام يا واد عمي، خواجه بنبقى خطر علينا كلنا، ولازم يموت هو ورجالته. انت توقف مع الرجاله ورا التابه، وعاك تتحرك مهما سمعت من ضرب نار. واحنا هنمشي منين يا ريس مناع؟ هنطلع من الفتحه الثانيه للمغاره من هناك، وحنفاجئهم ونعمل لهم كمين قبل ما يكشفوا الملعوب. تشاهدوا يا رجاله وتوكلوا على الله،
ولازم تعرفوا انكم بتدافعوا عن قوتكم وقوت عيالكم. جاهزين؟ جاهزين. جاهزين يا رجاله؟ جاهزين. توكلوا على الله. ورايا يا رجاله. الفلوس دي ناقصه 20,000 جنيه. يا سيدي اعتبرهم تمن الدروس اللي هتاخدها انت وعمك. خليهم يسهلوا التحميل بقى. دقايق يا خواجه وبضاعة تتحمل، ما تدقش عادي يا همام. يلا يا رجالة البندرية، اركنوا سلاحكم وفي ظرف 10 دقايق اتحملوا العربيات بالبضاعة. يلا نروح نحمل الفلوس. لما يا رجالي. معلش يا خواجه، تزعلش من همام ولد اخوي، لسه صغير برضك. يلا يا رجاله هموا. المجموعة دي تطلع من يمين الجبل هناك. المجموعة دي مع عم ناجي هتطلعوا من فوق وتلاقوني عند فتحة الجبل من الناحية الثانية. مجموعة الجمال عالتابة فوق. يلا يا رجالة والباقي يا ورايا. يلا يا واد هم شويه هم. يلا تلحلح يا بو، اربط الشالجين. ايه ده يا دياب؟ سلامة الشوف يا خواجه. سلامة مناخيرك يا اخويا، دي حنة معجونة. انتوا عندكم عروسة ولا ايه؟ حنة؟ حنة ايه يا نهار اسود، دي حنة صح. يا رجالة اكشفوا على باب الباب. ارمي سلاحك، اقعد ارمي سلاحك، ارمي سلاحك. اوعى حد يقرب من السلاح، وانت نادي على ابن اخوك يجيب الفلوس تاني. اصبر يا خواجه، انا محروق اكتر منك، وانت حسان تضحك علينا. ادينا سلاح واحنا نحصروهم ونخلصوا عليهم. واللي ابن اخوك يرجع تاني لا طاير نافوخك. طيب هات الفلوس يا همام، هات الفلوس. مالك خواجه زرارك ايه؟ خذ فلوسكم ايه؟ ما عايزينهاش. ارمي سلاحك واعمل زيهم، الا شويه جرابيع زيكم عايزين يضحكوا عليا. ارمي سلاحك بقول لك. ارمي سلاحك يا همام لا يقتلني. يكون في علمك يا خواجه، احنا عيله كبيره وممكن نجيبك لو كنت في كل التعبان. جاكم علموا الادب الجدع ده. يعلمني الادب كيف؟ وسع عملنا ولا نقتل. خلاص يا همام خلاص، عايزين مننا يا خواجه؟ ما فلوسكم خدتوها. انتوا كلكم اغبياء، وانت خيبت ظني فيك يا دياب. ده طمع مناع ارحم من الغباوه بتاعتكم، وعشان كده لازم تموتوا كلكم. واول واحد جاكوب. اطلع بسرعه، اطلع بسرعه. عم انقتل يا مناع، عم انقتل. دور على مين يوصيهم شوفوا انقتل ولا لا. الخواجه بيني هرب وما خدش بطار عمي يا مناع. لو كان هرب تبقى مصيبه، ده خطر علينا كلنا. لازم اقطع عليه الطريق باليمة التانية واخلص عليه. عم ناجي طهر المكان وقول للناس اللي اتصابت على النجع وما تخافش علينا. حاضر يا مناع يا ولدي،
ما تخافش، اطمن، خلي بالك من نفسك انت. مناع، خدني معاك يا مناع. اطلع ورايا، يلا بسرعة. كده يا همام؟ ده آخرة المعروف. اخص عليك بس لما اشوفك. ولما تشوفيني هتعملي ايه؟ طب انا قدامك ها. انا زمجانة منك. ليه؟ كيف تهملني الوقت ده كله لوحدي؟ ما تقلقيش، كل اهل الناجع مشغولين في الارض وفي المحصول. اقعدي. طب لفين الهبابة السوداء دي؟ ادي الساعة مكانها قبل ما مناع يعاود. مناع مناع خلاص مش هيعاود نجع من تاني. ليه؟ اخوي جرى له حاجة ولا ايه؟ ما فوش حاجة، بس زي ما تقولي كده يعني ولف على العيشة الطرية، ما بقاش لادد عليه الناجع ولا أهل الناجع، ولا عاد يسأل في أهل الناجع كلهم. عشان كده احنا لازم أنا وانتي نشوف مصيرنا لوحدينا. مالك يا همام؟ عمال تلف وتدور على ايه؟ أنا فكرت يا نسمة ولقيت إن احنا ما قدمناش غير حل واحد. اللي هي ايه؟ نتجاوزوا. كيف؟ أنا أقول لك كيف. كيف؟ شوف يا نسمة، أنا الليلة دي مش هسيبك غير لما تقولي ما فيش راجل غيرك في النجع يا همام. جرى لك ايه يا همام؟ فيك ايه؟ قول يا نسمة. اقول ايه؟ ما فيش راجل غيرك في النجع يا همام. ما فيش راجل غيرك في النجع يا همام. بعد عني. حمليني حمليني. ما فيش راجل. اخر مكالمه عملها مناع كانت في المنطقه دي، لكن لما تتبعنا الموبايل بتاعه لقيناه مع سواق عربيه نقل في منطقه تانية خالص. يبقى اكيد رماه بعد ما خلص المكالمه، بس المكان اللي سيادتك اشرت اليه بيقول ان هو في طريقه لعزبته، علشان كده انا بعت قوه تحاصر المنطقه وتقبض على كل عيلته. يبقى لازم نلحقه قبل ما يهربوه عن طريق الصحراء. الو، ايه بتقول ايه؟ البيوت كلها فاضيه والارض ما فيهاش مخلوق؟ امال فين تحرياتك يا حضره الضابط؟ اسمع، خلي القوه كلها تعسكر هناك وانا هبعت لك امدادات فوريه. عاوز المنطقه بالكامل تتحاصر وتتفتش تفتيش دقيق. ايه الحكايه؟ هي عيلته كلها هربت معاه ولا ايه؟ لو راحوا فين هجيبهم، يعني هجيبهم. ليه يا همام؟ عملت فيك ايه؟ عملت لك ايه؟ خلاص يا بت، هتعمل لنا حكاوه. اروح لاهلي كيف؟ اقول لهم ايه؟ لا تقولي ولا تعيدي، هتقعدي في بيتنا ولا في بيت الخواجات لغايه ما نشوف صرفه. واهلي يسكتوا؟ كاني معزه وتفشت. وانا اعمل لك ايه يعني؟ انت اللي جيتيني برجليكي من ورا اهلك ومن ورا ناسك، وما فيش لوم على راجل. هي دي شهامتك ورجولتك معاي؟ طيب يا همام، هنشوف اللوم على مين. انا هقول اني شفت اختك وهي بتسرق الدفتر وجيت وراها لحد هنا، وانت شفتني وتهجمت علي. شوف بقى اللي هيحصل لك انت وعيشك. هتعملي ايه؟ تعالي تعالي يا مخلالة، تعالي هناك. هتفضحيني ولا ايه؟ بعد عني بعد عني، ما دام فضحتني يبقى هفضحك يا ناس. اكتمي خشمك، ما دمت تفضحيني يبقى الخلاص مني سهوا. تعالي اسكتي، قلت لك اسكتي. اسكتي يا مخلالة. وطي يا نسمة، وانا اعمل ايه دلوقتي؟ وانا اعمل ايه؟
يا سمام في ايه؟ دي نسمة بنت حسان اللي عمل فيها كده. بقول لك ايه؟ ولا كأنك شفت حاجة. لو لسانك نطق كلمة واحدة أنا أقطعه لك، فاهم ولا لا؟ تعال معايا، تعال. غبي يا همام، غبي. كان لازم تتكلم معايا قبل ما تعمل عملة زي دي. اللي حصل يا خواجة. المهم دلوقتي احنا هنعمل ايه لما عيلة حسان تعرف؟ دي هتولع وهتخرب. غبي غبي، كل حاجة بتبوظها بالتهور بتاعك ده، ودلوقتي هم عندهم السلاح الجديد. سلاح ايه يا خواجة؟ سلاح ايه؟ احنا دلوقتي في المصيبة اللي حصلت. انتوا متأكدين انها ماتت ولا لسه فيها النفس؟ كانت غرقانة في دم. يبقى لازم تاخدوا واحد قلبه ميت يشوف اذا كان لسه فيها النفس يخلص عليها. روح يا شوقي، روح انت. مين قال لك ان قلبي ميت؟ ما تروح انت. بس انتوا الاثنين. ستيف خد شوقي هيوري لك المكان فين وانت عارف هتعمل ايه. وانت يلا همام يلا. خلي الرجاله بتوعك يجهزوا بالسلاح. مؤاخذة يا بلدينا، هبقى اعوضها لك.
يا رجاله، دوروا عليه في كل حته. بنتي فين يا ناس؟ هاتولي بنتي، هاتولي بنتي. اصبر يا وجيده، تلاقيها راحت عليها نوم هني ولا هني. شاهين، لقيتوها ولا لسه؟ قلبنا الارض من شرقها لغربها. وانت يا بكري؟ انا وعشرنا وبالخير طرنا طفنا الجبل كله ما لقيناهاش. يمكن تكون راحت ناحيه العين. ايه اللي هيوديها ناحيه العين بس؟ في ايه؟ مالكم؟ اختك يا مناع زي ما انت شايف بتدور عليها ومش لاقينها في اي حته. مناع يا ولدي، دور على اختك يا ولدي، مش عوايدها تغيب كده. يما انا جاي هربان والدنيا كلها بتطاردني وما ادور على واحده تايهه. لا اله الا الله، وايه اللي جفطنا هنا؟ هي اللي صممت تاجي معانا. كيف اروح واختي ما عودتش يا مناع؟ الرجاله بيدعبسوا عليها في كل مكان، وانا متاكد انهم هيلاقوها نايمه هنا ولا هنا. يا بنتي يلا يما خد الحريم وروح دلوقتي واطمني، هنقلب الدنيا عليها ونلاقيها بامر الله. بكري شاهين، يلا يا بكري خدوا الحريم وعاودوا دوروا عليها في كل مكان. اقول لك ايه يا عم؟ قول يا ولدي. يا بنتي خواجه بني هنا، بني هنا ومعاه الخواجه بتاع الاسهار وخواجات كتير ومعاهم برضه حريم. رجعوا على هني هربانين بالحكومه. طب وانت هربان من ايه؟ حبيت اخلص من الخواجه واوقع بينه وبين الحكومه، لكن ابن الجزمه قدر يهرب ويكشف ورق للحكومه. وما لقاش فيه غير هنا عشان يهرب يا بجحتهم. يوم لقدرهم قيل بامر الله. تنساش يا ولد انهم واقعين في حمى البندريه وهمام موالس معاهم. هيوقف بيني وبينهم هطحن. فين يا شوقي؟ ربنا كانت هنا. راحت فين؟ الدم اهو، مصيبه لا يكون لقيوها. يا بوي يا بوي يا مناع خبريه يا بوي. بنت يا نسمه، اسمه نسمة ايه اللي صابك يا بنتي؟ نسمة، مين اللي عمل فيك كده؟ يا ولد الكلاب. نسمة فوق وكلميني. نسمة رد عليا يا بنتي، رد عليا يا بنتي. بنتي ماتت يا مناع، بنتي ماتت يا مناع. خلاص يما، يا مار امر الله نفس. معلش اسمع وانا صوت. رد عليا يا نسمة، رد عليا يا بنتي. اجمع الرجاله والسلاح وامن الحريم والعيال في البيوت. يمين بالله لا انت في الكبله. خلصت. خلي المشاة تدخل الجبل وتقابلنا المدرعات الناحية التانية من الصحراء. في ريحه غريبه في الجو. شميتها أول ما وصلت، وما بقاش عندي شك 1 في المليون إن الجبل ده مزروع بالمخدرات. علشان كده لازم نكون حذرين في الهجوم بتاعنا. كده سد العميد احنا محتاجين دعم قوي. ادي أوامرك بالتحرك وأنا هتصرف. تمام يا فندم. مفيش صبر ولا كلام. البندرية رفضوا يسلمونا همام الخاين، رفضوا يسلمونا الخواجات، وعشان أكون بريء من دمهم قلت اللي هيدخل داره ويقفل بابه عليه هيتحرم دمه علينا. غير كده هو الجاني على روحه. شدوا حالكم يا رجاله، عايزكم يد واحده وباذن واحد احد مش هتطلع عليهم شمس. جاهزين يا رجاله؟ جاهزين. انت ورجالتك هتهاجم من نواحي عيله البندريه، وانت عم ناجي هتهاجم من عند العبايده، ولو حد فيهم يفكر يضرب بيوتنا بالجنابل هيلاقي عم مغاوري ورجالته. وانت يا بكري معايا انا ورجالتي نلف من ورا الخواجات. يلا يا رجاله توكلوا على الله.
التهور بتاعك ده هو اللي حطينا في الموقف اللي احنا فيه. لو كنا لمينا منهم السلاح ما كناش بقينا كده. لقطني بسكاتك يا خواجه، انا مش ناقصك، كفايه هم اللي انا فيه. وبعدين ايش دراك مين اللي هيكسب في المعركه؟ مش يمكن انا ورايا عيله تاكل اللحمه نايه يا خواجه، واقل نفر فيهم اقل نفر يفديني بروحه، فاهم ولا لا؟ على بيت الكبير، اضربوا خليهم يقربوا واحنا ننتفهم بالقنابل. يمكن يقومنا، يمكن يخافوا ويعودوا بيوتهم. خدها كوي ارميها انت، الدار اول. دول بيرموا قنابل يا عم ناجي، بيرموا قنابل. الدار رجاله، ارجعوا ورا ارجعوا ورا. قتلنا فروج، خذوه اضرب الشوقي. القنابل طلعت في شيء، اهجموا يا رجاله، القنابل سيعدمها شوقي. اضربوا يا رجاله قبل ما يهجموا علينا. يا شوقي يا شوقي يا شوقي، ارجع يا بنت ارجع يا شوقي، خذ القنابل دي من بتوع زمان. اضرب يا رجال، اضرب يا شوقي، اضرب. خذوه. وقعوا زي الفروج، قتلناهم كلهم. فينك يا همام؟ تشوف عملنا فيهم ايه؟ ايه ده؟ ارمي سلاحك يا ولد، ارمي سلاحك يا ولد الكلب. على معاي على معاي يا بالدنيا يا كلاب يا اولاد الكلاب. قدامي يا ولد. فين همام يا ولد الكلب؟ فين همام؟ انطق ارقد يا ولد، ارقد. فين همام؟ تكلم. همام في بيت الخواجات والبيت محمي ومحصن، مش هتقدروا توصلوا له. خلاص يا ولد الكلب، مناع ورجالته زمان وصل لهم دلوقتي وهيقتلهم كلهم. لا يا ناجي، هنموت كلنا. القنابل يا فراج. شهيد خذ لك ساتر يا ولد، هنموت كلنا مع بعض. صرصور، واد يا صرصور، انت يا واد، انت قوم قوم فز. مين؟ ست وجيده؟ نعم. من سكاتك ده ومن غير ما حد يحس بيك تتدلى على البلد اللي قبلينا، هتلاقي هناك سنترال، تشوف اي واحد يطلب لك النمره اللي في الورقه دي، ده فيها تليفون ولدي مناع. عايزاني اكلمه؟ طب اقول له ايه؟ تقول له كل اللي حصل هنا، وتقول له ان ابوه وعمه ناويين يقتلوا نسمه بكره الصبح، يا يلحقها يا ما يلحقهاش، وقول له ان امك هتحاول تعطلهم، يا ريت يبدر. والله الف خساره في الموت يا ست نسمه. يلا يلا بسرعه، ربنا يسهل لك طريقك وتوصل بسرعه. حاضر. اطمن يا ست وجيده، في واحد من عائله عبادي عنده عربيه بيوصل بيها الناس، هروح اخده من بيته عشان يوصلني بسرعه. يا رب سلم يا رب. حسان، نمت يا اخو؟ انا كنت عارف اني هلاقيك صاحي، وكيف يجي لك النوم بعد اللي حصل لنا ده؟ يا ما حذرتك يا اخوي من دخلة والد البنداري علينا بيتنا وخلطته على ولدك مناع من وهم صغار. كيف يا ناجي؟ كيف احمل بنتي وحدها الزلمه؟ ما دام الغلطه غلطتي من الاول. يعني ايه؟ بدك تسميها حياك؟ لا، ودي تاجي دي؟ بدك الناس يقولوا يا كبير انك طرمخت على شرفك؟
احنا عنينا اتكسرت يا كبير، ومفيش اي حاجه ترد هبتنا دلوك الا قتل البت دي وغسل عارها. واحنا كنا فين لما فوتنا كل ده؟ مرتك وامها غفلوا عنها كيف؟ البت لما بتعشق بتستغفل اهلها حتى لو كانوا واقفين عليها زنهار. ليه؟ ليه يا بنتي يا حبيبتي تعملي فيها كده؟ ليه تفوتيني بين امرين كل واحد فيهم امر من التاني؟ اقتلك ويتحرق قلبي عليكي ولا سامحك واعيش بعهارك العمر كله؟ عارها يتغسل بدمها ودم اللي غواها. اسمع حسان، تعليق بقتل نسمة، وانا هقتل همام ولد الكلب ده حتى لو كان نايم في حضن عروسته. ما اقدرش يا ناجي، ما اقدرش يا ناجي، ما اقدرش اضرب قلبي بنتي بالسكينه، ما اقدرش. عذرك اخوي، انا هتكفل بالاتنين، هقتل نسمة وهمام، وقسما بالله العظيم ما هيعيش بعدها يوم واحد. ليه يا بنت اختي ليه؟ ليه تفوتي روحك للشيطان وتخلي الخراب يحل علينا؟ كتاب الله ما طال مني حاجة. شافوك يا بنتي عند العين وانتي في حضنه. كتاب الله ما كنت في حضنه، كلهم كذابين، وكتاب الله يخلى كذابين. بس اللي يشوف بيشوف بعين الشيطان، والشيطان صور له والله ابدا. ده الحاجة الوحيدة اللي مسح فيها كانت يدي، ساعتها قلبي كان هيوقع. لكن عشقتيه يا بنت حسان واستغفلتينا كلنا. بتحلل لنفسك يا عمي وتحرموا علي؟ انت نفسك عشقت خالتي قبل ما تتجوزها وهي حكت لي. واه، هتقلبي عليا بنت وجيده؟ اقفل خشمك يا بت. خالتك دي اشرف من الشرف. خالتك دي بنت عمي متربيه معاي، ما كانش فيه اللي يمنع جوازنا، وعشق الحلال ما يجيبش العار، مش من عيله غريبه وعدوتنا. يعني انا كل ذنبي اني صدقت ابوي لما قال لي انه هيخلي النجع كله عيله واحده. طولة لسانك وغباوتك وجلع اخوك فيك دول هم اللي جابوا لك الكافيه وجابوا لنا العار. لا يا عمي، انا شريفه يا عمي، انا شريفه وعفيفه، وذنبي في رقبتكم. وهي البت الشريفه العفيفه تعمل اللي عملتيه برضك؟ ده ما فيش بيت في النجع كله الا وجايب سيره فضيحتك، وما فيش حاجه هتمحي العار ده الا دمك. اقتلوني يا عمي، اقتلوني، اقتلوني وخلصوني. قومي معايا يا عديله، قومي دلوقتي، الصباح رباح والمكتوب مكتوب. قومي يا عديله، قومي معاي، قومي. اسمع يا زرزور، قول لابوي مناع بيقول لك اياك تمس نسمه بأمارة الأرض الجديدة، وهات نسمة وقبلني عند محطة القطر، أنا هاخدها تعيش عندي. قول له ما حدش هيعرف إنها عايشة عندي. الله، إن شاء الله يقول قتلها ما يهمنيش، المهم يقابلني عند محطة القطر الساعة 7. سلام. إيه التخلف دي؟ وادي يا حصاوي. نعم اسم الله. لفين الهدوم دي؟ انجز. وانت رايح فين اسم الله؟ احنا عندنا شغل في المزرعة كتير. مليك الصالح، أي حد بكرة يسأل عليا في المزرعة قول له لسه ما عودش من البلاد بره.
طب دي ومفهومة، بس اللي مش قادر افهمه زين، هو انت ابوك عايش ولا ابوك ميت؟ هو ده بس اللي ما قدرش تفهمه. هات الجزمه يا جزمه. انا كان بدي بس اعرف عشان ما اقعش في الغلط. طول ما بتسمع كلامي مش هتوقع في الغلط.